السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي ومتابعيني الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، وربنا يجعل ايامكم كلها يا رب فرح وسعادة وهنا. اللهم امين يا رب العالمين. فيديو النهارده ان شاء الله هنحضر مع بعض الغدا، وهنعمل كفتة مشوية على الجريل، وهقول لكم بقى كده سر الخلطة الحلوة وطعمها الجميل. وبعد الغدا هاخد اخواتي ونروح نقضي يوم على البحر، ونشتري بقى كده اللي احنا عايزينه. وطبعا اولادي زعلانين، بيقولوا يعني بقالنا اسبوع في المصيف ومش حاسين ان احنا جايين نتفسح، ولا حاسين ان احنا كده يعني خلاص هنمشي ومش فرحانين. قلت بقى كده ناخدهم انا وجوزي يعني والاولاد، ونروح بقى كده اخر اليوم نتفسح مع بعض. واقول لكم بقى كده اسعار البيتزا ايه واسعار الكريب مش هتصدقوا. فيلا بقى كده حطوا لنا لايك حبيبي واشتراكوا القناه يفضل وليس امرا. قولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طب بقى كده هنا معايا كيلو لحمه، هحط عليها ايه؟ طبعا معايا كنت جايبه معايا يعني حته من اللي هي كانت متلجه، عملتها على المبشره زي ما انتم شايفين كده، بتدي بقى كده اللحمه طعم، ويعني تخلي الكفته كده طعمها حلو. بشرت كده حته من الدهن اهي عليها، او من اللي هي متوفر عندك هتحطها عليه. وكنت هنا عامله بصلتين حطاهم في المصفى، عشان انا عايزه بس التفل البصل بس، وهسيب الميه ابقى اصبع بيها الكفته. جبت بقى هنا ايه كيس خلطه الكفته، واحط فلفل اسود وسبع بهارات وشوية ملح وبس كده، مش عايزين نكتر عشان طعم اللحمة او طعم الكفتة بتاعتك يبان، يبقى طعمه حلو. مش ما تكتريش توابل وتكتري بهارات والحاجات دي عشان تبقى طعمها حلو. حطيت بس كيس خلطة الكفتة، شوية فلفل اسود، شوية ملح، وبرضو ربع معلقة من السبع بهارات. اكتر من كده مش هحط مع الدهنه او اللي انا بشرتها زي ما انتم شايفين كده. وهمسك بقى ده كله كده. طبعا لو في البيت وكان عندي الكبه، طبعا احنا في المصيف كلكم عارفين، لو في البيت كنت طبعا مش هاخد الكبه معايا من مكان لمكان، فبايدي بقى كده وهخلط بقى كده الحاجات دي كلها مع بعض. وبعد ما البصل برضو اتصفت، خدت البصل برضو تفل البصل وصفيتها وحطيتها عليها ده كله بقى كده المكونات بقى كده هعجن فيها لحد ما تبقى المكونات كلها تدخل مع بعض. وبميه البصل بقى كده صبعتها على المعلقه. لو عندك سيخ كفته يعني الحاجه المتوفره عندك في المكان اعملي بيه. فكنت بجيب معلقه واكور الاول كوره كده، وادخل بقى كده فيها المعلقه، وادي بقى كده احلى كفته معايا اهي. وكنت ببل ايدي من ميه البصل بعد ما حطيت عليها معلقه من الصلصه ومعلقه من الزيت، وقلبتهم مع بعض في ميه البصل. وهناخد بقى كده طبعا بسخن الجريل يكون يعني سخن قوي. طبعا الجريل دوت يعني طعم اعملي فيه كل حاجه كانها طعم المشوي بالظبط. وزي ما انتوا بقى كده شايفين حطيت بس يعني رشة يعني معلقة زيت برضو في الجريل كده. وطبعا وهي سخنة بنحط بقى كده الكفتة، عشان لو النار هادية هتلاقي بقى الكفتة معاكي تنشف، لكن لما تكون النار عالية بتحط بقى كده فيها الكفتة وتحتفظ بميتها. طبعا على الوش ده كده دقيقتين، والوش التاني ما بتاخدش وقت خالص، وبنطلعها نقلبها ونطلعها على طول، وبتبقى معانا النار عالية زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا هنعمل ايه؟ عملت جنبها مكرونه محمره، وسقيتها بقى كده بالشوربه، كان عندي شوربه فراخ حطيتها عليها، وحطيت قرن فلفل وحبايه طماطم كده قطعتها عليها. واحلى بقى كده مكرونه. وادي الكفته اهيت، وقطعت بقى كده خيار وطماطم، وكنت عامله برضو سلطه طحينه عملتها معاكم كتير قبل كده. والعيش السخن اهوت، وجبت بيبسي، وده كده كان غدانا النهارده. خدت بقى كده بعد الغدا خدنا بعض انا واخواتي، ورحنا بقى نقعد حبه كده على البحر او شويه على البحر، عشان مش هننزل البحر خالص. فقلت بقى كده نشوف بقى كده قبل ما نمشي الحاجات اللي احنا عايزين نشتريها لاولادنا، حاجات عايزين نجيبها. فقلنا بقى كده قعدنا وجبنا ذره وكلنا انا واخواتي. وزي ما انتم شايفين كده هنقضي يوم يعني على البحر. زي ما انتم شايفين كل حاجه كانت متوفره. ربنا يا رب يرزق الجميع ويرزق الناس كلها تيشرتات، و طبعا يعني جميع انواع الهدوم، يعني ربنا يرزقهم يا رب شايلينه على البحر كده برضو اهوت. التيشيرت دوت زي ما انتم شايفين اهوت تيشيرتات، و بتاع الذرة وبتاع ام الخلول وكل حاجة معدية، ولعب اطفال ولبس اطفال وكل حاجة. واحنا قاعدين كده الحاجة اللي كانت بتعجبنا كانت اختي بتنده عليه، وكنا بنشتري منه. طبعا زي ما انتم عارفين قلت مش هننزل البحر، بصور لكم بس كده. طبعا الموجة كانت يوم هادية ويوم بتبقى عالية جدا، وكانت يعني الواحد كان طبعا بيشوف شكلها كده. ما كنتش كنت خايفة انزل اصلا البحر من منظر الموجة والمنظر المية كانت عالية. فمش كل يوم بيختلف عن التاني. وزي ما انتم شايفين بقى كده قلنا نقضي يوم كده بره انا واخواتي ونغير جو. طبعا اولادي زعلوا مني وقالوا يا ماما انت كده يعني خلاص هنرجع بقى هنتم اسبوع اهوت وهنروح وما تفسحناش زي ما احنا عايزين. وكانوا بصراحة زعلانين. طبعا الفوط ديت التلاتة كانوا 3 فوط ب100 جنيه.
يعني اسعار الصراحه كانت جميله، وجبنا برضو فوط منهم وحاجات كده برضو للبيت. وطبعا اخر اليوم هاخد اولادي بقى كده وجوزي خدنا ونتفسح مع بعض، واقول لكم على اسعار بقى كده البيتزا واسعار الكريب. طبعا حاجات يعني غاليه برضو شويه، لما تعملها في البيت هتوفر عنك كتير. وتعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. طبعا بصور لكم منظر الاطفال اهوت والبحر، والموجة بتبقى طبعا في الأول كده بتبقى عالية ورا بعض، الموج شغال ورا بعض، لكن لما تخش جوه بتبقى عالية شوية، لكن بتبقى المية هادية عن ما بتبقى على الشط كده، لأن الموج بيجي سريع ورا بعض ورا بعضه. لكن لما بتبقى جوه شوية، فكل ما تخش جوه البحر بتبقى خطر شوية، بس بتبقى الموجة هادية. طبعا زي ما انتوا شايفين كل حاجة معدية، والناس كلها شايلة. يا رب ترزقهم وترزقنا وترزق الجميع يا رب. العيشة صعبة والحياة صعبة، وزي ما انتوا شايفين اهوت. وكل حاجة طبعا حلويات ومخبوزات وام الخلول وفواكه، كل حاجة كانت على البحر زي ما انتوا شايفين كده. يعني هم شوية كده وهيدخلوا جوه البحر كمان. يعني احنا مش كنا عارفين نقعد، بس طبعا ما ينفعش ان احنا نقول لهم ده مكان للناس اللي بتقعد، عشان ربنا يرزقهم يا رب، وربنا يسهل كده العيشة والحياة على الناس كلها. وتنشوكي برضو، يعني تنشوكي ال4 ب10، 5 ب10، زي ما انتوا يعني كل واحد بيختلف عن التاني. قلنا بقى كده نقضي يوم مع بعض، علشان يعني تغيير بقى كده جو. قبل ما نروح اختي قالت تعالوا بقى كده نقعد، لو عايزين حاجة نشتريها، نجيب حاجة لوالدي، حاجة لوالدتي، حاجة لأولادنا. يعني قعدنا زي ما انتوا شايفين كده. وكان بقى قدامنا بتاع الذرة المشوي، طبعا واخد الأنبوبة وفرن صغير كده حطه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. اختي اشترت لنا منه الذرة. طبعا هو كان بيقول الاتنين ب25، فطبعا يعني الذرة، لكن بيقول التلاتة ب25، فطبعا هو غالي جدا، فهو اداهولنا اقل من كده. كنا جايبين كراسي معانا من السكن اللي احنا قاعدين فيه طبعا، لان الكراسي بتبقى بتاعه الشط، هي بتبقى يعني معروفه مكتوب عليها رقم الشط، يعني شاطئ 101 مكتوب عليه اهوت. لكن كنا جايبين معانا الكراسي بتاعتنا واحنا جايين من السكن بتاعنا. اولادنا جابوا لنا، يعني جابوا الكراسي واحنا قعدنا زي ما انتم شايفين كده. وقلنا نغير جو من رماس وام يوسف اختي، وقلنا بقى كده نقضي يوم مع بعض على البحر كده قبل ما نروح. زي ما قلت لكم كل حاجه موجوده وكل حاجه متوفره، واقول لكم برضو على الاسعار لما نروح. طبعا اخر اليوم بقى زي ما قلت لكم اولادي كانوا زعلانين. طبعا كنت تعبانه والله، ما كنتش قادره ان انا يعني اخرج تاني، بس غصب عني، عشان قلت قبل بقى كده ما نروح اشوف برضو هم عايزين ايه. ورحنا بقى كده دوت مطاعم او مطعم اخوان فتوح. ده بتاع فطاير وبيتزا ومخبوزات. طبعا اللي هقول لكم بقى برضو على الاسعار. اسعار الكريب، الكريبية ب65 و70 الواحدة. تختلف بقى لو انت عايزة كريب سوسيس، كريب فراخ، كريب لحمة، بتختلف. فهو من 65 ل70 ده الكريب. اما البيتزا، البيتزا زي ما انتم شايفين كده، صغيرة ب100، وسط 130، والكبيرة ب160. طبعا اسعار غاليه جدا، لو عملتها في البيت هتوفر عليك كتير قوي. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده الطعم طعم جميل، لكن في البيت هتبقى اوفر بكتير. لما تعملي بيتزا زي دي كده مش هتكلف 160 جنيه، هتبقى اقل بكتير. بس احنا بقى قلنا نفرح اولادنا، عشان زي ما قلت لكم كانوا زعلانين مننا ان هم مش حسوا بالفسحه خالص ولا حسوا بالمصيف. كل يوم من البحر للسكن وما كانوش حاسين. طبعا احنا رجعنا الكريب اهو، يعني اكلنا البيتزا بس، والكريب رجعت بيه زي ما انتم شايفين اهو. خدته بقى كده البيت معانا. ودي زي ما انتم شايفين كده مطاعم فطائر بيتزا، سلسله مطاعم اخوان فتوح. وفي كافيه وفي كل حاجه وسندوتشات وكل حاجه موجوده في المطعم ده. وده كان فيديو معاكم النهارده، يا رب يكون عجبكم. من اللي رضاكم اخواتي وحبايبي، ما تنسوش في اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.